الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فللأسف جاء الزمن الذي أصبح فيه من ينتقد الشيعة ممول وعميل وغير فقيه وليس على دراية بفقه الواقع ومن شيوخ السلطان. وهذا الكلام لا يقال من الشيعة للأسف، ولكن من بعض السنة. تخيل أن بعض السنة يدافعون عن الشيعة الذين يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون الصحابة ويطعنون في الشيخ السني الذي يحذرهم، وهذا والله من المضحكات المبكيات. ولكن كما قيل عندما ينجلي الغبار ستعلم أفرس تحتك أم حمار. وهذه الفيديوهات ستكون لله أولا ثم للتاريخ، فسيأتي بلا شك اليوم الذي يعرف فيه المخدوعون حقيقة الشيعة ويسمع كلامنا ويعرف أننا أدينا ما علينا وحذرناهم ولم يسمعوا لنا، وما زلنا في تحذيرنا لأهلنا وإخواننا شفقة عليهم من أن يقفوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التفريط في عرضه. فدعونا نذكر لكم خيانات الشيعة للسنة على مدار التاريخ، لعل هذا يكون سببا في معرفة حقيقة هؤلاء. ولكن دعونا نذكر الأسباب خلف خيانة هؤلاء للسنة. الأول من هذه الأسباب كفر من لا يؤمن بولاية الأئمة الاثنى عشر. يقول رئيس محدثيهم محمد بن علي بن الحسين بن بويه القمي الملقب عندهم بالصدوق في رسالة الاعتقادات: واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده عليهم السلام أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء، واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وينقل حديثا منسوبا إلى الإمام الصادق أنه قال: المنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا. ويقول شيخهم ومحدثهم يوسف البحراني في موسوعته المعتمدة عند الشيعة الحدائق الناظرة في أحكام العزة الطاهرة: وليت شعري أي فرق بين من كفر بالله سبحانه وتعالى ورسوله وبين من كفر بالأئمة عليهم السلام، مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدين. وطبعا السنة لا يؤمنون بالأئمة الاثنى عشر ولا بالولاية ولا يكرروها في أذانهم، فنحن عندهم كفار، ومن قال غير ذلك فالأدلة تتحدث. السبب الثاني اعتقاد الشيعة بأن أهل السنة أعداء لأهل البيت، والناصب هو السني بنص كلامهم، حتى لا نحتاج لتكرار هذا التنبيه مرة أخرى. يقول شيخهم وعالمهم ومحققهم ومدققهم حسين ابن الشيخ محمد آل عصفور الدرازي البحراني الشيعي في كتابه المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخرسانية، ويقول الشيخ الشيعي علي آل محسن في كتاب كشف الحقائق: وأما النواصب من علماء أهل السنة فكثيرون أيضا، منهم ابن تيمية وابن كثير الدمشقي وابن الجوزي وشمس الدين الذهبي وابن حزم الأندلسي وغيرهم. وطبعا هؤلاء علماؤنا وأئمتنا، إذن فالنواصب بلا شك هم أهل السنة. السبب الثالث هو مفاجأة وهدية لمن يقول الشيعة يدافعون عن السنة ويريدون حقن دماء السنة. فالسبب الثالث هو اعتقاد الشيعة في حل دماء وأموال أهل السنة ونجاستهم. مفاجأة، أليس كذلك؟ يعني أنت كسني عندهم حلال الدم، وسنذكر الأدلة، ولكن برأيك إذا كنت حلال الدم عندهم فهل سيدافعوا عنك؟ وبالطبع إذا كنت حلال الدم فأنت حلال العرض، فإذا أنت حلال الدم والعرض عندهم. وإذا كان عرض النبي صلى الله عليه وسلم مستباح عندهم فهل سيحفظون عرضك أنت أيها المسكين؟ أفيقوا يرحمكم الله واسمع معي الأدلة. روى شيخهم محمد بن علي بن بويه القمي والملقب عندهم بالصدوق وبرئيس المحدثين في كتابه علل الشرائع، وقد ذكرنا ذلك قبل ذلك ولكن لا بأس من التكرار، عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب أي السني؟ قال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. قلت: فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه. وقد ذكر هذه الرواية الخبيثة شيخهم الحر العاملي في وسائل الشيعة، وسيد نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية، إذ قال: جواز قتلهم أي النواصب واستباحة أموالهم. سبحان الله، يعني لا يستبيحون دماء أهل السنة فقط، ولكن يستبيحون دماءهم وأعراضهم وأموالهم. وأما إباحة أموال أهل السنة فيروي محدثو الشيعة وشيوخهم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. أخرج هذه الرواية شيخ طائفتهم أبو جعفر الطوسي في تهذيب الأحكام والفيض الكاشاني في الوافي، ونقل هذا الخبر شيخهم الدرازي البحراني في المحاسن النفسانية ووصفه بأنه مستفيض. وبمضمون هذا الخبر أفتى مرجعهم الكبير روح الله الخميني في تحرير الوسيلة بقوله: والأقوى إلحاق النواصب بأهل الحرب في إباحة مغتون ما منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه. ماذا تريدون بعد كل هذا أيها المدافعون عن الشيعة؟ سيقول لي بعضهم:
أئمتهم ليس كل الشيعة يقولون بذلك، وهذا عجيب. هذا كلام أئمتهم المعصومين، والذي هو واجب على كل شيعي أن يسمع لهم وينفذ كلامهم، ومن لم يفعل ذلك فليس شيعي. فطاعة أئمتهم واجبة. وأزيدك من الشعر بيتا: السنة عند الشيعة نجس، وأما عن نجاسة أهل السنة في اعتقاد الشيعة فيقول مرجعهم المرزا حسن الحائري الإحقاقي في كتاب أحكام الشيعة النجاسات وهي 12، وعد الكفار منها، ثم عد النواصب من أقسام الكفار، وطبعا يقصد بالنواصب أهل السنة. ويقول شيخ نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية: وأما الناصب وأحواله فهو يتم ببيان أمرين: الأول في بيان معنى الناصب الذي ورد في الأخبار أنه نجس، وأنه أشر من اليهودي والنصراني والمجوسي، وأنه نجس بإجماع علماء الإمامية رضوان الله عليهم. وكما قلنا أن النواصب هم نحن أهل السنة، يعني نحن عندهم نجس بالإجماع. هل تظن أن من يقول عنك ذلك سيدافع عنك؟ دمك ومالك حلال عنده وسيدافع عنك. وبناء على هذه الروايات الخبيثة التي كونت اعتقاد الشيعة في كفر أهل السنة واستباحة دمائهم وأموالهم والحكم بنجاستهم، سترى العجب فيما بعد حينما نقلب صفحات التاريخ نفتش عن خيانات الشيعة. فالشيعي الذي يقرأ في عقائده وأحكامه أنه مأمور بقتل السني، ولكن يستحسن أن يغرقه في الماء أو يقلب عليه حائطا حتى لا يدع دليلا يشهد به عليه كما يقول فقهاؤهم، إذا وجد فرصة يتحالف فيها ولو مع الشيطان لقتل النواصب يعني أهل السنة، فإنه سيراها فرصة ذهبية ولن يتوانى عن اقتناصها. وقد رأينا هذا بأم أعيننا في سوريا لما قضوا على النساء والأطفال والشيوخ بالبراميل المتفجرة والغازات السامة. رأيناه بأم أعيننا، ولكننا ننسى سريعا. سألوا أهل سوريا والعراق ولبنان عما فعل الشيعة بهم، واقرأوا التاريخ واسمعوا ما فعلوه، واسمع ما حدث في سنة 562 هجرية لما أقبلت جحافل الفرنج إلى الديار المصرية، وبلغ ذلك أسد الدين شريكو، فاستأذن الملك نور الدين محمود في الذهاب إليها، وكان كثير الحنق على الوزير شاور الفاطمي، فأذن له فسار ومعه ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب. ولما بلغ الوزير الشيعي هذا الكلام بعث إلى الفرنج، فجاءوا من كل حدب وصب، ولكن المسلمين انتصروا عليهم وعلى أعوانهم من الشيعة انتصارا عظيما. وعن خيانات الشيعة القرامطة فحدث ولا حرج، فانظر ما فعلوه بحماة ومعرة النعمان، انظر ما فعلوه بالنساء والأطفال والشيوخ، انظر ما فعلوه بآل البيت من بني هاشم في هذه الوحشية. يقول الطبري المؤرخ المعاصر لتلك الأحداث: صار من القرمطي إلى حماة ومعرة النعمان وغيرهم فقتل أهلها وقتل النساء والأطفال، ثم سار إلى بعلبك فقتل عامة أهلها حتى لم يبق منهم فيما قيل إلا اليسير، ثم سار إلى سلمية فحاربه أهلها ومنعوه الدخول، ثم وادعهم وأعطاهم الأمان ففتحوا له بابها فدخلها، فبدأ بمن فيها من بني هاشم وكان بها منهم جماعة فقتلهم، ثم ثنى بأهل سلمية فقتلهم أجمعين، ثم قتل البهائم، ثم قتل صبيان الكتاتيب، ثم خرج منها وليس بها عين تطرف فيما قيل، فسار فيما حوالي ذلك من القرى يقتل ويسبي ويحرق ويخيف السبيل. فما أريد أن أقوله وأبينه من كلامي هذا هو رسالة للمنخدعين بهؤلاء، فنحن كأهل السنة العدو الأول لهم، وهذا ثابت على مدار التاريخ، ولن يأتوا الآن ويدافعوا عنك. فكيف يدافعون عنك ونحن عندهم حلال الدم والمال والأرض والعرض؟ وأين هذا الدفاع؟ يضربون لما يتسموا ويخبرون بمكان ووقت الضرب. هل هذه حرب أو دفاع؟ وما الذي استفاده إخواننا من هذا؟ هل حرروا؟ هل دخل لهم الطعام؟ أين النصرة؟ هل حركوا الجيوش كما حركتها الشعوب الإسلامية والعربية في حرب 48 أو 56 أو 63 أو 73؟ هل نسيتم أن ما فعلوا لما يتسموا فعل الشيعة ما هو أكثر منه بأهلنا في سوريا والعراق ولبنان؟ هل نسينا بكل سهولة؟ ولكن ربما يأتي اليوم الذي ستتذكرون فيه كلامي هذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.